أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا باختصار. رغم انتهاء القمة 127 منذ 4 أيام، ولكن أصدائها لا تزال حديث الجميع في الوسط الرياضي. القمة التي انتهت بفوز الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. هنتكلم النهاردة مع أستاذ رضا عبد الرحمن على مدى تأثير مباراة القمة على الأهلي والزمالك في مشوارهم الأفريقي. أهلا بك يا أستاذ رضا. أهلا بك عبد الرحمن. في البداية كده عايزين ندخل بسؤال كبير يلم مباراة القمة كلها. عايز أعرف ليه بعد المباراة مش هنتكلم فنيات، هنتكلم عن ردود أفعال. ليه ظهر كمية مشاحنات بين الجماهير وبعضهم والإعلاميين وبعضهم، حتى الشخصيات المسؤولة وبعضهم، وإيه السبب في تلك المشاحنات وإيه سبب ظهورها من الأول؟ دي في الأول وفي الآخر هي كانت ماتش ب3 بونت، يعني الموضوع كان صداه كبير وكان مشاحناته كبيره من بعد المباراه. عايز اعرف اسبابها وايه اللي خلى ان في ازمه كبيره في الوسط الرياضي. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم بننعي الفنان القدير الفنان الكبير صلاح السعدني، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. طبعا الفنان صلاح السعدني كان فنان عظيم، فنان كبير، كل مصر كانت بتحبه، ادواره كانت كبيره جدا، ليه أعمال فنية كبيرة، فبننعيه وبنقول له البقاء لله. طيب أعيد لك السؤال تاني. لا أنا طبعا سامع الكلام اللي أنت بتقوله على مباراة القمة وليه أصدقها المشاحنات لحد دلوقتي، وفي مشاحنات كبيرة حتى على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الإداري على الإعلامي. الموضوع وعلى يعني الملأ، يعني الكلام على الملأ، ده بيتكلم على ده على الملأ وده بيرد عليه على الملأ، وهم يعني قامة كبار يعني. طبعا بص، الموضوع لا ما خدش اكبر من حجمه، هو ده حجمه الطبيعي. اولا جماهيريه الاهلي والزمالك جماهيريه كبيره، هي اللي بتطغى على كل شيء، هي دايما تكون في الصداره. الاهلي فريق كبير، الزمالك فريق كبير، الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه، اكبر فرقتين يعتبروا برضو في جماهيريا في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. فالموضوع لازم هو ده يكون شكله الطبيعي. ليه حصل الجدال وليه كبر الزمالك؟ لان فوز الزمالك على النادي الاهلي بيبقى قليل، ما بيبقاش كتير. انت لو جبت اخر 25 سنه وقعدت تجيب الاحصائيات هتلاقي في جاب كبير جدا بعدد المباريات اللي الاهلي فاز بيها على الزمالك واللي الزمالك فاز بيها على الاهلي. ففرحه جماهير الزمالك دي فرحه طبيعيه، هو ما بيفوزش على الاهلي في مباريات كتيره، فبالتالي حقه انه يفرح لما يفوز. ولو خدت بالك في نهائي كاس مصر اللي هو بطوله وبتحسم بيها كاس، كانت برضو في فرحه لجماهير النادي الاهلي، بس ما كانتش بفرحه جماهير الزمالك في المباراه اللي هي ب3 نقاط بس، وما كانتش غير مؤثره ولا في نهايه دوري ولا في نهايه كاس ولا سوبر. ولكن جماهير الزمالك ليها حق تفرح، لان هي ما بتفرحش كتير بفوزها على النادي الاهلي، الاحصائيات بتقول كده. فهو ده اللي اثر. يعني مثلا لما احنا مصر بتروح كاس العالم بتحصل عندنا فرحه كبيره وفرحه طاغيه عشان احنا وصلنا لكاس العالم، لان احنا مش متعودين نروح كاس العالم كتير. لكن فرقه زي البرازيل ولا فرنسا ولا انجلترا ولا الفرق الكبيره لما بتروح كاس العالم ده بيبقى بالنسبه لها الفرحه اقل بكتير. فهو ده اللي عمل الجاب الكبير ما بين فرحه جماهير الزمالك بفوزها على النادي الاهلي وبرضه جماهير النادي الاهلي زعلت اكتر. عشان الناس بتقول انتوا الناس زعلت ليه؟ عشان هو مش متعود ان هو يزعل كتير على فترات متباعده، فعشان كده حصل الجدال اللي حصل ده كله ما بين الجماهير وما بين الاداره وما بين الاعلام والسوشيال ميديا ده كلها. طيب على صدى الموضوع ده حصل مشاده كبيره كل الناس شافتها ما بين الكابتن احمد شوبير طبعا الاعلامي الكبير وبين كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره النادي الزمالك، وحصل مشاده وده يقول حاجه وده يرد وده يقول حاجه وده يرد. تعليقك على الموضوع ده؟ بص، هو الموضوع يعني الكابتن احمد شوبير اعلامي كبير، حقه او شغله ان هو يتكلم على المباراه. دايما بيجيبوا حكم واثنين، ودايما الحكام بيبقى في اثاره للجدل، كل واحد هو قرار يعني في اختلاف وفي خلاف ان هو يحسبها او ما يحسبهاش او يرجع للفار تقديريه للحكم، تقديريه اللي هي الهدف الثاني. فطلع الكابتن توفيق السيد
اتكلم وقال لك ان في شك في الهدف انه يكون فاول على لاعب نادي الزمالك، ويعني ده بيحصل عادي. لكن بالنسبه للكابتن احمد شوبير ده شغله، يعني الكابتن احمد شوبير اللي هو عمله ما غلطش في حاجه، لان ده شغله. راجل اعلامي قاعد بيجيب، ان كان بيجيب محلل او بيجيب حكم خبير تحكيمي، وده بيحصل في كل الاستوديوهات التحليليه. فزعل الكابتن احمد سليمان طبعا.